مساء الخير على الجميع. وكيف الحال؟ مستمرين طبعا، احنا مقاطعين اخبار الدوري بشكل عام مبدأ، لكن ما يمنعش ان احنا لما في حاجات نتطرق لها اول بول، من ضمنها فضيحة امس بيع وشراء اول بداية اليد اللي يمنحها العيسي مشيشة كرسون انه عايز عليها مباراة الاتحاد والهلال مبيوعة على ذمته. مباراة في سيئون الوحدة راح بكيس فلوس وواثق انه في بيع وشراء وقعت مذبحة الشعب حضرموت. للاسف شعب حضرموت يقدم لك 7 فيديوهات ادله، لكن ليش ما تقدمش الشكوى بعد المباراه مباشره في الوقت القانوني؟ لانه في اداري تبع العيسي يمنع هذا الشيء زي ما يعمل في اهل صنعاء مع مخلي عبد الله بالزرقاء وجماعته. الفضيحه الثانيه الان ابو علي غالب يسرب بطريقه ذكيه انه الدوري سيتأجل إلى بعد مشاركة المنتخب، يعني 5-6 شهور الدور الثاني. قد اللاعبين انتهوا لياقيا نفسيا بدنيا وصحيا، وبنفس الوقت الأندية ما بتقدرش تتحمل رواتبهم لأنه ترتفع إلى 200% الرواتب عن الأيام العادية. وبعدين يقول حننقل المباراة من سيئون وصنعاء إلى الحديدة ومارب، والنفي بعد ساعة. قصة نبض حقير وسخافة جو، لأنه كان متوقع أنه الحوثي يجيب له 100 مليون حسب الاتفاق، ما طبقش، لانه اوعد 4 نقاط وضمن الوزير انه حيعيد المباراه حق واحد الصنعاء ولي المكرم متاخره، وحيشيل الايقاف عن امين جمعان. امين جمعان الان زيه زي اي واحد من الشارع موقف او مشاغب او كائن غير طبيعي. جمعان شويه يقول انا ما عاد بنظمش المباريات، يرجع يقول انا بنظم وانا بتكفل كل شيء بعد التصريح هذا. جمعان يقول الان انه مستفيد من الاعلانات، لازم الاتحاد يطالبوه بقيمه الاعلانات اللي باللوحات، فهو يقوم يتكفل بحق النص في الفيسبوك، النقل المباشر بس في الصفحه في الفيسبوك من الفرع. وهكذا الجو حقير وسخ، وضح لي المنتخب وامور كثيره حنتناول توضيحها. اللي بيحصل هذا مهزله ومعيب، والان الدوري شبه لن يقل عن شهر شهرين. ابتزاز قدير من حيدفع يعني اصحاب حضرموت مع احترامي لهم وقعوا وضعيا انهم مصممين يشاركوا، جاي يقولوا احنا بنتنقع. من جابك ليه؟ انت جيت بنفسك. والحكم الثاني حق واحد يقول انا ميت جوع، انا ما جيتش اتبهدل بيتي. ليش تخرج؟ ليش تجي وبعدين تناشد تعمل فيها صعبانيات ودراما وسكريفايز ولوف ستوري؟ لا، هذا الكلام خاطئ. العيسي منتهي، العيسي خبيث، العيسي شرير، العيسي فاسد. وحنتناول مرحلة ثانية منشور حق فتحي الازرق صاحب عدن الغد وفضيحة، وبعد ساعة 7 بنزل حاجة ينتظروا ويشتي يدخل في السياسة وفي الرياضة خدمة العيسي، وحرق نفسه زي ما حرق عادل الشجاع. شكرا.